كل سنة وانتم طيبين وعام دراسي سعيد عليكم جميعا يا رب. هعمل فكرة توزيعات مدرسية وهوزعها على حبايبي أول يوم مدرسة. معايا هنا ورقة مطبوعة مرسوم عليها مجموعة من الدوائر، وصممت على كل دائرة من الدوائر دي وكتبت عليها جملة Welcome back to school. ممكن تكتبوا أي جملة حابينها، أهلا بعودتك للمدرسة، مدرستك بترحب بيك، أي جملة حابينها. وبعد كده بدأت ان انا اقص الدوائر دي بحيث ان هي تكون سهلة معايا على اللزق للنموذج اللي هعمله على طول. ومعايا هنا ورقة اللي هصمم عليها النموذج الاولي اللي بعد كده هعمل عليه نفس الاسطمبة دي، نفس النماذج الباقية كلها. فمعايا هنا بكر السولوتيب مدورة، بدأت ان انا ارسم دائرة وحواليها مجموعة من الدوائر بحيث ان انا هعمل شكل الوردة. هنا معايا دائرة وهرسم حواليها حوالي 6 دوائر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ابدأ اقص شكل الوردة دي. معايا اهي شكل الوردة جاهز، وبعد ما قصيتها كمان ده شكلها النهائي اللي هبدأ بعد كده ألزق في المنتصف جملة Welcome back to school الدوائر اللي انا قصيتها. معايا بقى لونين من الكانسون، اللون الاصفر واللون البامبا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ممكن تستخدموا اي الوان مختلفة، بس دول الالوان اللي انا حاساهم ان هما في الورد بيكون شكلهم حلو. فمعايا كده اهو جزء من اللوحة البامبا. بدأت ان انا ارسم كده بحيث ان انا اوريكم الشكل بعد ما رسمت نموذج الوردة على الجزء من الفرخ اللي لونه بامبا، وده شكل الوردة عليها. هبدأ بعد كده ان انا اقص النموذج ده وبقى شكل الوردة جاهز معايا. بعد كده هبدأ ان انا الزق الدائرة اللي مكتوب عليها Welcome back to school في المنتصف بالشكل ده. بتدي شكل حلو جدا، وكمان شكلها جميل ولونها حلو. معايا بقى ستيك اللي هو بتاع الايس كريم، بدأت ان انا الزقه كده في المنتصف بحيث ان انا امسك بيه الوردة ويبقى ده شكلها. بعد كده معايا هنا بونبوني ومعايا كمان بالونة، بدأت ان انا باستخدام السولوتيب بدأت ان انا الزقهم كده حوالين بعض عشان ابدأ ان انا الزقهم على العصاية بعد كده. فزي ما انتوا شايفين كده سهلة وما تتبهدلش معاه، ولا العصاية تتبهدل معاه، ولا شكل الوردة يفضل محتفظ بشكل الوردة بعد ما ياخد البونبوني والبالونة. فمعايا اهو الوردة جاهزة على طول للتوزيع. عملت بقى منها مجموعة من الورود للون أصفر واللون البامبا للوحة كلها، بحيث ان يبقى معايا كمية من الورود اللي هبدأ اوزعها على الولاد بعد كده. وده شكل اهو التوزيعات معايا بعد ما خلصتها. شكل اللونين من اللوح وشكل الورد كله هو شكل واحد، بحيث ان ميبقاش يعني حد مميز عن حد، لا كله يبقى زي بعض. ودي علبة عملتها معاكم قبل كده في توزيعات المولد النبوي الشريف، والعلبة دي هبدأ ان انا ارص فيها الورود كلها اللي انا عملتها بالشكل ده، واحدة لونها بامبا، واحدة اصفر، واحدة بامبا، وواحدة اصفر، من البداية للنهاية بالشكل ده بحيث ان هي تكون ملونة. وطبعا لو دخلتوا اكتر من لون برضو هتكون جميلة وشكلها حلو ومميزة. فهنا اللونين اهو خلصتهم وخلصت الورود وبدأت ان انا ارصهم بحيث ان هما يبقوا سهلين على التوزيع على طول. وبكده خلصت فكرة توزيعات Welcome back to school، توزيعات العودة للمدرسة بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول. كان معكم ميس منى عبد الله، معلمة رياض الأطفال. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم جميعا، وتكونوا بخير دايما كده، وكل أولادكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.